السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. دبري ووفري يعني يلا نفكر مع بعض ونشوف منيو أكلات الأسبوع وإزاي نظبط الأسبوع بتاعنا ونعمل أكلات اقتصادية موفرة وكمان تكون مفيدة وعلى قد إيدينا. زي ما قلنا أي حاجة نقدر نعملها مع بعض في البيت نعملها، ما نستصعبش الأمور على نفسنا. كل حاجة لازم تعمليها بكذا شكل وكذا طريقة عشان تقدري توصليها لولادك ويبقى شكلها حلو، وكمان تبقى يعني نفسهم مفتوحة كده وهم بياكلوا الحاجة. هنعمل ايه بقى النهاردة مع بعض؟ هنعمل كفتة ومكرونة. طبعا الناس كلها، الشعب المصري كله بيعمل كفتة ومكرونة، بس طبعا باختلاف الطرق. في افتكاسات كده صغيرة، بتزودي حاجة بتنقصي حاجة بتخلي الطعم احلى. هنبدأ مع بعض ونشوف مقاديرنا ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا يا جماعه، انا معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. كميتك زي ما انا قلت لكم على حسب عدد افراد اسرتك، تمام؟ نص كيلو زي ما انت عايزه. معايا البهارات بتاعتي ايه؟ معايا ملح، فلفل، جوز الطيب، ومعايا ربع معلقه قرفه. القرفه دي بتديها تيست عالي جدا. ومعايا بصلتين كده حلوين بشراهم صغير، ضرباهم في الكبه صغير وعصراهم واخده الميه بتاعتهم. ومعايا بقى هنا التكايه بتاعتي معلقه البيكنج باودر، وكمان معايا معلقتين من الدقيق، ومعايا البقدونس بتاعي. كفته يا جماعه يعني حاجتين، قرفه وبيكنج باودر. عايزه اقول لكم ده اللي بيغير طعمها وبيديها تيست عالي جدا 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 زي ما احنا شايفين. زي ما انا قلت لكم كميتك على حسب استهلاك. اول حاجه هنعمل ايه؟ هجيب بوله فاضيه وهنزل فيها بالبصل اللي معايا اللي انا عصراه واخده ميته كويس جدا زي ما احنا شايفين. وبعدين هنزل عليه باللحمه بتاعتي. انا هبتدي انزل بكل المكونات مع بعضها، تمام؟ وبعدين هنزل معاه بالبهارات بتاعتي اللي هو ملح، فلفل، جوز الطيب، رشه قرفه، ربع معلقه قرفه. تمام تمام. بعدين هنزل عليه بمعلقتين الدقيق بتوعي. المعلقتين دول اللي هي معلقه الرز، المعلقه الرز الكبيره كده حاطه بيهم معلقتين دقيق. وبعدين هنزل عليهم بالبقدونس بتاعي، وتمام. وبعدين هنزل عليهم بمعلقه البيكنج باودر بتاعتي. بصوا زي ما انا قلت لكم نازله كل حاجه قدامكم عشان تبقى كل حاجه معاكم على الطبيعه. تمام. هبدا بقى ان انا اخلط كل المكونات دي كده مع بعضها. بصوا لازم تخلطيها كويس جدا. الكفته يا جماعه لو ما عجنتيهاش كويس جدا هتفك منك، وكذا حد قال لي ان الكفته بتفك منه بسبب ان هو مش بيعجنها كويس. بصوا انا فضلت اعجن فيها لغايه اما وصلت للمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بصوا عايزه اقول لكم لازم تعجنوا فيها لغايه لما تحسوا ان الكفته عملت معاكم زي خيط كده من جوه، والله بجد. اول ما تحسوا ان هي عملت معاكم خيط يبقى هي كده اتعجنت كويس. بعد ما عجنتها كده زي ما احنا شايفين هنزل عليها بمعلقه سمنه بلدي كده زي ما احنا شايفين. مع اي سمنه انت بتستخدميها استخدميها. انزلي عليها بمعلقه السمنه بتاعتك، وبرده عجنيها تاني كويس جدا مع بعضها. زي برده زي ما قلت لكم لما تكون عملت خيط. تمام. عايزه بقى تحطيها في التلاجة حطيها، مش عايزه براحتك، طالما عجنتيها كويس مش لازم تحطيها في التلاجة. انا هشتغل بيها على طول. هجيب بقى الصينيه بتاعتي البايركس بتاعتي وهنزل فيها بنقطه زيت وادهنها كويس. تمام تمام. هجيب بقى ايه؟ ميه البصل اللي انا عصرتها. انا بحط البصل من غير ميته. وكمان يا جماعه لازم الخطوه دي تعملوها. انا بحب اصبع الكفته في الخله. ليه؟ عشان تبقى هشه وتبقى يعني مش مكتومه كده، تحسوا ان انتوا بتاكلوا كفته مشويه من بره. عايزه اقول لكم اعملوها بالطريقه دي بجد هتعتمدوها. انا جبت ميه البصل بتاعتي وهبتدي اجيب الخله، وهبتدي اجيب بقى الكفته اللي معايا كده زي ما احنا شايفين، وابتدي اصبعها في جوه الخله واحده واحده كده. بصوا وادهن ايدي بميه البصل واصبع تاني الكفته. ادهن ايدي بميه البصل واصبع الكفته. هل بقى انا هسيبها في الخله؟ لا، طلعيها من الخله عادي ورصيها في الصينيه بتاعتك. دي بس عشان تديها من جوه تبقى يعني هشه كده ومش مكتومه. تمام. بصوا هعمل قدامكم واحده تاني. وعايزه اقول لكم يا جماعه طالما انتوا عاجنين الكفته بتاعتكم كويس جدا عمرها ما هتفك معاكوا خالص، ولا هتفك معاكوا حتى ولو انتوا بتعملوها في الخله. في الخطوه دي الخله بدل السيخ زي الكبابجي بيعملها في السيخ، احنا بقى هنعملها في الخله. بصوا ما توقفيش نفسك على حاجه، حاولي تاكلي ولادك كل حاجه بتتعمل بره بس انت اعمليها في البيت. تمام تمام. مره تعمليها في الفرن، مره عايزه تشويها على الجريل اشويها زي ما انت عايزه. بصوا انا هنا عملت قدامكم واحده تاني كده زي ما احنا شايفين. تمام. وكمان هعمل قدامكم اهي. بصوا عشان بس اوريكم كل خطوه كده قدامكم. جبت الخله نزلت بيها في الكفته بتاعتي، بدات ان انا اصبعها عليها وادهن ايدي بميه البصل واصبع.
ادهن ايدي بميه البصل واصبع. بصوا خطوه بخطوه ما شاء الله زي ما انتم شايفين ما فكتش مني. في ناس بعد ما بتصبعها بتحطها في التلاجة، لو انت عجنتيها برضو كويس هقولك مش هتحطيها في التلاجة. انا هنا هخلص الكميه وارجع اوريها لكم. بصوا انا هنا كنت خلصت الكميه بتاعتي كلها اهي ما شاء الله. طبعا هنا كنت مسخنه الفرن، هبتدي بقى ان انا ادخلها في الفرن كده وايه طبعا على درجه حراره متوسطه وايه ويبقى عيني عليها. بعد ما طلعت من الفرن عايزه اقول لكم ريحه الكفته دي كانت قلب البيت كله. ريحتها كانت فظيعه، كانت روعه. ولا طعمها بقى مش قادره اقول لكم بجد والله. لو عملتوا الكفته بالمقادير دي والمكونات دي هتطلع منكم جميله جدا. يبقى انا جبت النص كيلو الكفته بتاعي، حطيت عليه معلقتين دقيق، معلقه بيكنج باودر، وحطيت رشه حطيت ملح وفلفل ورشه جوز الطيب وربع معلقه قرفه وبصله وبصلتين كده انا ضربتهم في الكبه وعصرتهم كويس وبرده استخدمت ميه البصل. وبكده كانت الكفته خلصت. طبعا الكفته ما تحلاش غير لما يكون جنبها مكرونه. تمام. جبت الميه بتاعتي ونزلت بيها بعد ما سخنت، نزلت بيها في المكرونه. الميه دي انا حطيت فيها ملح. اوعي تحطي زيت، الزيت مش هيخلي الصلصه تمسك في المكرونه. تمام. زي ما احنا شايفين كده بعد ما سخنت الميه ونزلت بيها بالملح وغليت، نزلت عليها بالمكرونه وايه وسلقت المكرونه عندي زي ما احنا كلنا عارفين. بصوا هنا كانت المكرونه سلقت معايا. المكرونه طبعا اللي انت تحبيها، احنا عارفين طبعا ان الكفته يا جماعه ما بتحلاش غير ايه جنبها مكرونه. تمام تمام. هجيب بعد كده حله هنزل فيها بشويه زيت، هسيبهم يسخنوا. تمام. معايا بصلايه كبيره كده انا برضو كنت ضرباها في الكبه، هنزل فيها بالزيت دوت السخن وابتدي بقى ان انا ايه اقلبها لغايه لما تاخد معايا اللون الذهبي. تمام لغايه كده تمام خطوه بخطوه معاكم. انا مش بجري اي حاجه علشان الناس كلها بتعرف تعمل مكرونه بس في ناس مبتدئين متجوزين جديد داخلين المطبخ جديد بيبقوا عارفين يعرفوا كل حاجه خطوه بخطوه، فمش لازم ان احنا نسرع ايدينا. هقلب كده في البصله لغايه اما تاخد اللون اللي انا عايزاه، هنشوفه دلوقتي مع بعض. بصوا وصلت معايا للون الذهبي ده. هنزل عليها بمعلقتين صلصه، صلصه اللي هو ايه الصلصه اللي هي في البرطمانات الجاهزه. تمام. حابه تستغني عن الخطوه دي استغني، بس انتي لو عندك صلصه حطيها برده مش هتبقى ايه وحشه. بس في حاله لو انتي نزلتي عليها بالصلصه على البصل وتقلبيها معاها ليه طلعي منها الماده الحافظه. تمام تمام. بعد ما تقلبيها كده كويس مع بعضها مع البصل تتاكدي ان هي دابت خالص مع البصل. تمام. انا هنا كنت مفرزه الطماطم بتاعتي وحطها في الفريزر، هنزل عليها بيها. طبعا ان شاء الله هبقى انزل لكم بالفيديو بتاع تفريز الطماطم عشان نبقى كلنا عارفينه مع بعض. انا بعمل معاكم كل حاجه علشان كلنا نبقى مع بعض في كل حاجه، احنا بنفيد بعض ولو بمعلومه صغيره. تمام. بعد ما نزلت بالطماطم بتاعتي هبتدي ان انا انزل عليها بشويه ميه كده وهسيبها بقى ايه هدي عليها النار وهسيبها ان هي تسيح مع بعضها. اوعي تعلي عليها النار، ما تحطيش اي بهارات غير لما الصلصه بتاعتك تسيح. تمام تمام. بصوا هنا كانت الصلصه اهي بدات ان هي بقى ايه تتسبك معايا اهي ساحت. انا طبعا مهديه النار، انا ما بعملش حاجه والنار عاليه. هنزل بقى عليها بالبهارات. هنزل عليها بشويه ملح. اوعي تملحي حاجتك قوي، انت طبعا عارفه مقدار ملحك ايه. وشويه فلفل. المكرونه يعني شويه ملح وشويه فلفل مفيش اكتر من كده. تمام. واسيبها بقى ايه ان هي تقلبيها كويس وتسيبيها بقى ايه ان هي تتسبك مع بعضها لغايه ما هوريكم تبقى عامله ازاي يعني. وبعدين تطفي عليها وتبتدي بقى حابه تقلبي المكرونه على الصلصه. تمام. ده وقت الاكل ما تقلبيهاش من بدري. حابه تحطي المكرونه في اطباق وتنزلي عليها بالصلصه مفيش اي مشكله، اعملي اللي يريحك واللي ولادك بيحبوه. تمام. كده كانت التسبيكه خلصت معايا وانا كده خلصت المكرونه وخلصت ايه الكفته. هغرف بقى. بصوا انا هنا كنت خلصت المكرونه وغرفتها وخلصت الكفته بتاعتي وغرفتها. وعايزه اقول لكم الاكل ده كان تحفه. انا طبعا كان في سلطه وفي بطاطس مقليه وفي طحينه، بس انا طبعا ما صورتلكوش الكلام ده كله علشان عامله لكم الفيديو ده اللي هو كفته ومكرونه بس كده اكله على قد ايدينا وحلوه ان شاء الله. انت طبعا كميتك على حسب استهلاكك. النهارده عملنا مع بعض ايه عملنا مع بعض الكفته والمكرونه. طبعا الناس كلها بتعرف تعمل كفته ومكرونه بس انا عملتها بطريقه مختلفه شويه. وصدقيني ان القرفه والبيكنج باودر هو سر نجاح الكفته. اعمليها بنفس الطريقه دي هتعجبك جدا وهتعتمديها ومش هتغيري الطريقه دي. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم واكون بقدر افيدكم ولو بمعلومه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.